هنبدأ بعد كده إننا نقف على كل قصة ونحكيها بالتفصيل، بس بعد خروج بني إسرائيل من مصر. لكن كل اللي ذكرناه في الحلقة لحد دلوقتي هو بداية ظهور بني إسرائيل، عشان نعرف تاريخيا هم جم منين. لكن كل التمردات والعصيان اللي عملوها حتى مع النبي موسى عليه السلام والأنبياء اللي جم من بعد كده كان من بعد خروجهم من مصر. بص يا صديقي، بعد ما زاد بطش فرعون ببني إسرائيل في مصر، شاء ربك عز وجل إنه يبعث مخلص لبني إسرائيل من العبودية في مصر، والمخلص ده كان النبي موسى عليه السلام. اتربى موسى وسط قصر وحشية فرعون لحد ما حصلت نقطة التحول للنبي موسى عليه السلام بعد ما قتل واحد من أقباط مصر، تحديدا لما حصل خلاف بين الرجل القبطي ده وواحد من بني إسرائيل اللي هم قوم موسى عليه السلام. فبعد اللي حصل ده بيقرر النبي موسى إنه يهرب من مصر خشية من فرعون إنه يقتص منه، فبدأ بالهرب واتجه إلى مدينة مدين، واللي بعد كده وجد فيها الرجل الصالح اللي تزوج بنته، وقيل والله أعلم إنه نبي الله شعيب. المهم إن موسى عليه السلام بعد ما ظل في مدين عدد